بتخاف؟ أنا كمان بخاف، ودي بداية كويسة علشان مفيش حد ميت بيخاف. على الأقل فرحة مش بتخاف. وقفنا في القصة الأولى أو في الجزء الأول من القصة إن محب لف بعربيته وراجع القرية عند فرحة. لو أنت لسه ما شفتش الجزء الأول من القصة، اللينك هيظهر قدامك، تقدر تتفرج على القصة الأولى أو الجزء الأول وتيجي تكمل معانا الحكاية عشان تمشي معانا بالتسلسل وتبقى فاهم كل حاجة بتتحكي. ولو أنت أو أنت اتفرجتوا على الجزء الأول فأنا عارف إنه أكيد إن شاء الله مستنيين الجزء الثاني، وده معناه إن أنتوا أكيد مبسوطين دلوقتي إن إحنا بنكمل الحكاية، عشان أنا زيكم بالظبط، الفضول بيموتني. محب خد عربيته ورجع القرية عند فرحة. المفروض ان هو كان رايح الجامعة واصحابه مستنينه، بس هو طبعا فكس لكل حاجة كان هيعملها في اليوم ده. اول ما محب رجع القرية عند فرحة، نفس الاحساس بالظبط اللي هو حسه في المرة الاولى. قلبه اتقبض وفي احساس كده انه المكان مليه غضب، المكان فيه غضب، هو قادر يحسه، هو مش فاهم هو حاسس ده ازاي، بس هو قادر يحسه ويشوف اللي الناس التانية مش شايفاه. هو لحد دلوقتي مش قادر يتأكد اذا كانت فرحة دي اللي ماتت ولا لا، او اللي هما بيتكلموا عليها ولا لا. فاول ما راح هناك فضل واقف قدام البيت بيبص على البلكونة انه هي تخرج، بيبقى هما كانوا بيتكلموا على حد هو اللي فاهم غلط، بس هي ما خرجتش، ومهما وقف هي برضه مش هتطلع. في التوقيت ده ام فرحه كانت بتبص عليه من الشباك، فاتحه الستاره وقاعده بتبص عليه. هي مش فاهمه هو ليه موجود في المكان ومستغربه، وفي نفس الوقت في خوف وفي حاجه مش مفهومه ناحيتها. الام برضه عندها لغز وعندها غموض مش قادرين نفهمه لحد دلوقتي. محب خبط على الباب، فتحت له، دخل قعد متوتر شويه عمال يفرك في ايده. هي جابت له حاجه يشربها وقعدت ومستنيه يتكلم. هو لحد اللحظه دي مش عارف برضه ان فرحه اذا كانت ماتت ولا لا، فبيشاور على اللي في الصوره بيقول لها دي بنتك صح؟ ان هو يحاول يفتح معاها كلام. فقالت له اه، فاتكلم معاه على اساس انه ممكن يكون عندها بنت تانية، واتاكد من الكلام انه هي دي فعلا اللي توفت وان هي حزينه عليها. هو استجمع قوته، استجمع شجاعته ان هو هيسالها السؤال اللي هو عايز يساله من اول ما لف عربيته ورجع من القاهره: فرحه ماتت ازاي؟ طبعا اول الام ما سمعت السؤال اتوترت جامد وبدات تعيط من غير سبب مش مفهوم عيطها، هي بتعيط ليه، وبقى عليها خوف. ومن اول وجود محب في المكان وهي خايفه ان حد يجي ويلاقيه، كانها خايفه ان في حد يجي يشوفه موجود في البيت. بدات تبص ناحيه الباب وكانها خايفه ان حد يجي يشوفه دلوقتي موجود في المكان، او ان هم اصلا بيتكلموا عن الموضوع ده. الام اتوترت ومش فاهمه هو جاي يسال السؤال ده ليه. محب ما كانش قادر يفهم التصرفات بتاعه ام فرحه، فقرر ان هو يكمل كلامه ويقول لها ان هو حلم بفرحه. فرحه جات له في الحلم وكانت عماله بتعيط. محب اول ما اتكلم مع ام فرحه وقال لها بس اسم بنتها وكانت عماله بتعيط، فتحت في العياط بشكل هستيري وهو مش قادر يفهم هي ليه بتعيط دلوقتي كده. حاول يستنى ان هي تهدى شويه، فقرر سؤاله ليها تاني: فرحه ماتت ازاي؟ الام هنا استجمعت قوتها، مسحت دموعها وقامت وقفت وقالت له انا عاوزاك تمشي علشان تلحق تروح القاهره علشان مشوارك طويل. هي طبعا كانت بتقفل في الكلام معاه وخايفه حرفيا ان حد يجي دلوقتي، بس هو مين وليه اصلا؟ محب قال لها لو في مشكله انا حابب ان انا اساعد، انا حاسس ان انا هقدر اساعد، بس اعرف فين المشكله. طبعا هي مصممه ان محب لازم يخرج من البيت دلوقتي لان هي توترها بدا يزيد وبقت مش طبيعيه في تصرفاتها. باب البيت اتفتح وهم واقفين بيتكلموا، وهنا الام بان عليها الرعب. اللي فتح البيت كان عم فرحه. دخل البيت نبره صوته كلها تشاؤم ووشه لوحده كله يجيب تشاؤم واكتئاب. اول ما دخل اتفاجئ ان الام قاعده ومعاها حد. الام قالت له يلا يا حبيبي اتفضل علشان تلحق تروح القاهرة. طبعا محب ما اتكلمش وما حاولش يتكلم في التفاصيل، لان هو لما دخل لما شاف نظراتهم لبعض شك او بدا يحس انه في حاجه. محب طبعا بقى في دماغه اكتر من سؤال، واهم سؤال دخل في دماغه ان ازاي عم فرحه يدخل البيت بالمفتاح. هو بيت اخوه، بس حتى لو اخوه كان عايش ما كانش هيقدر يدخل بالطريقه دي، وما كانش ينفع ان يكون معاه المفتاح. تاني حاجه ان اخوه لما توفى الرابط اللي ما بينه وما بين مرات اخوه وقع، فبالتالي هي مش حد قريب ليه علشان يدخل البيت بالطريقه دي. فكم سؤال في دماغه داروا وهو حاسس ان هو عايز يوصل لهم الاجابه، لان هو فضوله بدا ياخده وبدا يحس انه البيت ده فيه مشكله حقيقيه. هو خارج من البيت سمع عم فرحه بيقول لام فرحه هي البنت طلعت طالعه لامها، وانا طبعا بيرمي على سمعه الام والبنت. ام فرحه من غير ما تفكر وبشكل لا ارادي لان جواها غضب كبير راحت نازله بالقلم على وش عم فرحه. عم فرحه يسكت، رد لها القلم وكانه 10 اقلام في قلم واحد. ام فرحه خدت القلم على الارض وفضلت تعيط جامد. وهنا محب وهو خارج من البيت اتاكد انه حقيقي في مشكله في البيت ده ولازم يعرفها، لانه واضح كده انه مش بس فرحه هي اللي محتاجه ترتاح، امها كمان محتاجه ترتاح ومحتاجه مساعده. ولو على فرحه فاذى البني ادمين بالنسبه لها خلص، لكن المشكله مع العايشين.
محب رجع القاهرة، رجع بيته، دخل اوضته، اترمى على السرير تعبان فصلان من اليوم ومن كل التفاصيل اللي حصلت معاه. فضل مركز شوية مع اللوحة لحد ما تخيل بفرحة قدامه على المراية، فقرر ان هو يغطي اللوحة وغطى المراية بالملاية. محب مسك تليفونه بيسمع الريكوردات اللي اصحابه بعتينها بيهزقوه على اليوم اللي هو بوظه عليهم، لانه كان عندهم خطط كتير يعملوها في اليوم ده، ولكن هو ما نزلش الجامعه. دهب بعتله على الخاص رساله، فدخل سمعها بتعاتبه انه هي حاسه ان هو الفتره دي متغير معاها، وبدات تشك شويه ان هو مش بيحبها. البنات بنات حتى لو في الحكايات. انا عارف ان انا اللي كاتبها، بس هي من الواقع شويه. محب مسك تليفونه وحس ان هو محتاج ان هو يدخلهم في التفاصيل اللي هو فيها دي، لانه هو محتاج مساعدتهم. مسك تليفونه طلعه وقال لهم انا محتاجكم الصبح بدري قوي. تاني يوم قدام بيت فرحه، محب ودهب رنا واحمد في العربيه قاعدين بيبصوا لبعض، والواضح ان هم عندهم خطه متفقين عليها. طبعا هو اتكلم معاهم واداهم شرح بشكل مبدئي هم هيعملوا ايه، بس هم لسه مش فاهمين اي حاجه ولا فاهمين هم هيعملوا ده ليه، ولكن هم فاهمين ان هم بيعملوا حاجه محب عايز يعملها. صحابه وبيساعدوه. نزلوا من العربيه دخلوا البيت بتاع فرحه، وفي الوقت ده فرحه كانت واقفه في سطح البيت بتبص عليهم من فوق، جنبها قطة شبه روح بالظبط قطة محب، وكان في خيال حد وراها، بس الحد اللي وراها ده مش متأكدين بالظبط إذا كان حد عايش ولا ميت، بس الواضح إن هو حد عايز محب. محب في البيت جوه قاعد بيتكلم مع ام فرحه، بيعتذر لها على الموقف اللي حصل المره اللي فاتت، وان هو ما كانش قصده. كل الفكره ان هو طلع صحاب بنتها اللي توفت، وكانوا عاوزين يجي يحسسوا مامتها علشان هم اتفاجئوا ان صاحبتهم اتوفت، وما كانوش يعرفوا هي ما بتجيش الجامعه الفتره اللي فاتت ليه. محب استأذن من ام فرحه وقال لها انا عايز ادخل الحمام. الام شكت شويه، بس يعني ان هي ما خدتش وقت طويل في ان هي تفكر في حاجه. طبيعي جدا انه اي حد عندها في البيت ممكن يقول لها عايز تدخل الحمام، فوصفت له الحمام فين من مكانها، ومحب طبعا راح عند الحمام. وطبعا محب ما كانش رايح الحمام، محب كان عايز يدخل اوضه فرحه. وهنا كان يجي دور صحاب ان هم هيقعدوا يتكلموا مع ام فرحه وهيلهوها في الكلام لحد ما هو يدور على الدفتر اللي هو عايز يلاقيه، لانه اكيد فرحه ما رسمتش الدفتر ده بالذات من فراغ. محب في الاوضه بقاله وقت عمال بيدور على الدفتر ومش لاقيه. بره ام فرحه شكت على غياب محب ان هو طول جوه، فكانت هتقوم علشان تشوف، لانه بدأ الشك يدخل جواها وبدأت تحس ان في حاجة مش تمام، خصوصا ان دهب وصحابها قاعدين يتكلموا معاها في تفاصيل وحاجات مش مفهومة قوي، وبدأت تشك اذا كانوا اصلا يعرفوا بنتها ولا لا. في الوقت ده في صوت حاجه دبت على الارض. ام فرحه طبعا على طول قامت من مكانها واتخضت، وكانت هتروح ناحيه الصوت او هتدخل تشوف الصوت ده جاي منين. رنا كانت محتاجه ان هي تتصرف بشكل سريع جدا علشان تلحق الموقف، فمن غير ما تفكر، ولان رنا تصرفاتها سريعه اوقات مش بتفكر قبل ما تاخد قرار، راحت بشكل مفاجئ نازله بالقلم على وش احمد. هو القلم كان مؤلم على احمد بصراحه، بس الخطه نجحت. رنا ضربت احمد بالقلم وقعدت تعيط هي، وده خلى ام فرحه تتشغل معاهم اكتر وتنسى هي كانت قايمه ليه. وطبعا دخلت ام فرحه في تفاصيل وان هم مرتبطين، وطبعا هي ما كانتش بتتكلم على ارتباط ولا حاجه، ولكن حبت ان هي تاخد ام فرحه في وادي تاني خالص. في الوقت ده جوه محب، او الصوت اللي دب على الارض، محب كان قاعد في الاوضه طبعا كان عمال يدور، وبعد ما يأس قعد على السرير واترمى بظهره لورا. وهنا سمع صوت قطة تحت السرير، ولما بص تحت السرير لقى انه في دفتر واقع على الارض، وكان هو الدفتر اللي بيدور عليه. فرحة كانت عاملة حاجة زي سحرية كده تحت السرير بتاعها، كانت حاطة فيه الدفتر لان ده دفتر مذكراتها اللي كانت بتكتب فيه كل حاجة، ما كانتش عايزة اي حد يعرفه. ام فرحة قلقت اكتر، حست ان هم بيلهوها، فمن غير ما تتكلم معاهم قامت وراحت داخلة جوه على طول. وهي داخلة لقت محب في وشها. محب طبعا اتفاجئ ان هي قدامه، ولكن هو كان عامل حسابه وحاول ان هو يبين لها ان هو طالع من عند الحمام. الدفتر طبعا خباه كان جوه هدومه، وقبل ما تتكلم معاه في اي تفاصيل على طول اتكلم معاه وقال لها انا حاسس ان احنا طولنا وان احنا محتاجين نمشي علشان احنا كده طولنا ومحتاجين نرجع القاهره على طول. واستأذنها واخد صحابه وراحوا عند العربيه. ام فرحه كانت واقفه عند الشباك وبتبص عليهم وشاكه انه في حاجه، هي لسه ما تعرفش حوار الدفتر وما كانتش تعرف انه بنتها عندها دفتر كانت بتكتب فيه كل حاجه. ودي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي مش فاهمه هم عملوا ايه بالظبط في المكان،
ولكن هي حاسه انه في حاجه مش مستريحه لها قوي، بس ما كانتش ماسكه حاجه قوي علشان تقدر تتكلم او تقول حاجه. محب ودهب قاعدين في العربيه قدام، رنا واحمد راكبين ورا. محب طلع الدفتر من هدومه، دهب من غير ما تفكر على طول مسكته من ايده وقالت له محب احنا سمعنا كلامك وعملنا كل اللي انت قلت عليه، مع اننا مش فاهمين اي حاجه، انت لازم تشرح لنا دلوقتي الدفتر ده مين فرحه، وعرفت منين انها ماتت مقتوله، وعرفت منين انها ميته، وليه امها غريبه كده، وليه بتبص علينا من الشباك لحد دلوقتي، وايه لغز موتها اللي انت قلته اللي احنا مش قادرين نفهمه، وهتنفع واحده ميته ازاي؟ محب سابها تخلص كل الاسئله بتاعتها، لانه حاسس انه طبيعي ان هي تفكر في كل الاسئله دي، انه يكون عندها اسئله كتير حابه تعرفها. خد نفسه، خلصت كلامها، خد الدفتر منها وقال لها الدفتر هيجاوب على كل ده. دور عربيته وطلعوا. لحد هنا الجزء ده من القصه بتاعتنا انتهى. اللي جاي الجزء الثالث او البارت الثالث هيكون نهايه القصه دي، مش نهايه الحكايات كلها، ولانه كتير ومهم ما حبيتش ان انا اختصره معانا في الفيديو ده علشان نعرف نتكلم فيه ونحكي كل حاجه براحتنا، لانه في القصه او في البارت الثالث من القصه هنشرح كل حاجه وكل سؤال احنا ممكن نكون سالناه واحنا بنتفرج، وكل الاسئله اللي دهب سالت عنها واللي احنا كمان اكيد سالنا عليها هيتجاوب عليها في الفيديو اللي جاي، وهنفهم كل حاجه احنا مش قادرين نفهمها لحد دلوقتي. ما تنساش تحط لايك للفيديو، اعمل كومنت برايك، ولو حابب توصل لي اي حاجه بشكل شخصي انا بحط الانستجرام بتاعي تحت كل فيديو فتقدروا تبعتوا لي عليه، وكمان لو عندكم صحاب او حابين تقدموا لي دعم اكتر تقدروا تاخدوا اللينك بتاع الفيديو ده شير مع صحابكم اللي بيحبوا القصص علشان يتابعوا معاكم. خليكم فاكرين دي حكايات محب، وانا يا سيف من على الكرسي ده هحكيها لك.